نادي التعاون السابق مهندس، صباح الخير، اهلا وسهلا. هلا والله، مرحبا. صبح عليك وصبح على جميع الاخوان الضيوف اللي معك. كل عام وانت بخير يا مهندس، واكيد انك تابعت المحادثه، لا اعرف ان كنت تابعتها ام لا. وحديث والله انا كنت متابع معكم بدايه الاستوديو، ولكن بعد يعني ساعه كذا رحت مشوار سريعا معين فما تابعتها والله. سريعا الاستاذ محمد القاسم رئيس مجلس اداره النادي الحالي المكلف، بعد مداخله من حسين النجعي وسعود خيبري قالوا انه حصلوا على شيكات بدون رصيد. قال اننا تفاجأنا ان الحساب سحب من قبل الاداره السابقه، المبلغ الموجود في الحساب في البنك سحب من قبلكم انت او احد اعضاء الاداره السابقه المفوض، لا اعلم ان كنت انت او غيرك. إعانة الاحتراف. إعانة الاحتراف. اولا قبل كل شيء يعني هذا المبلغ سحب قبل شهر ونص، يعني مو سحب الان. هذا اولا، يعني قبل استلام الاداره وقبل فتره التكليف وقبل كل هذه الامور. الجزئيه الثانيه اللي بدي اوضحها اننا احنا كاداره سابقه وكاداره مكلفه، يعني تم يعني اعطاء الاداره الحاليه 3 ملايين ريال. 3 ملايين ريال لعمل طبعا يعني لجميع اللاعبين، يعني عمل حصر لجميع اللاعبين ومنحهم مستحقاتهم. فلذلك هذا الامر طبعا الاتحاد ب 750 رفعت هذا الامر الى صاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل الرئيس العام لرياض الشباب، وتفهم هذا الموضوع ولا لم يتم يعني سحبه من قبلي. يعني سحبته انا، بعد السحب هذا حصلت مشكله انه ما تم موافقته من قبل مكتب رعايه الشباب. فرفعت هذا الموضوع لسمو الرئيس العام بحيث انه يعطيني التوجيه المناسب لهذا الامر. فبفضل الله عز وجل سمو الرئيس العام تفهم هذا الامر، هذه حقوق بالنسبه لي، مثل ما اي رئيس نادي يراس اي نادي معين بالتاكيد طبعا ياخذ بنهايه فتره رئاسته ياخذ حقوقه التي تم يعني تدوينها في محضر مجلس اداره. فلذلك انا زي الرؤساء الاخرين زي الاداريين الموجودين حتى بعض اعضاء مجلس اداره نادي التعاون استلموا جزء من حقوقهم، وانا كذلك استلمت جزء ولكن لم استلم كامل حقوقهم. طيب مهندس، افهم منك ان هذا المبلغ سحب قبل تكليف الرئيس الحالي وقبل تكليف الاداره الحاليه. قبل التكليف هذا بشهر ونص، اثناء يعني بدايه تقديم استقالتنا وتكليفنا وحنا مكلفين، هذا سحب المبلغ. طيب. فلذلك يعني لو كان المبلغ ذا موجود بالفعل موجود يعني اثناء فتره رئاستهم وسحبناه وبعد ما تتم فتره رئاستهم، هذا فعلا حق مشروع. ولكن انا اولا واخيرا اتمنى من كل قلبي صراحه يعني التوفيق للاداره الحاليه، لانهم زملائي ومحمد القاسم وجميع الاداره الموجوده معه حقيقه يعني اداره ان شاء الله نتمنى لها التوفيق، ناس مجتهدين، ناس نقف معهم بكل ما اوتينا من قوه. وانا اقول هذا الكلام نابع من القلب. يمكن اني انا بدايه يعني اثناء الفتره الماضيه لم اتدخل في تسجيل اي لاعب من اللاعبين حرصا انه ما يقال ان الاداره السابقه هي من سدت هذا اللاعب او ذاك اللاعب. بس اسمح لي، لاني اعطيت مطلق الحريه للشباب القادمين وللمجلس التنفيذي الذي هو سند النادي الحقيقي. وانا هنا اشيد ايضا بوقفات المجلس التنفيذي وعلى رئيسهم رئيس المجلس التنفيذي الاستاذ سليمان العمري واحمد ابو خيل. طيب. وايضا الاستاذ عبد العزيز احمد. اسمح لي ان شاء الله باذن الله تعالى ان يوفق نادي التعاون هذا باذن الموسم. الله. مهندس، وقضيه اللاعبين انهم اخذوا حقوقهم على اساس انه في رصيد، لا الكلام هذا ما في رصيد، واحب اقوله لو كان في رصيد وانا سحبت من بعد ما كلفوا هذا الكلام حق مشروع بالنسبه لهم، ولكن هذا الكلام مسحوب من قبل. وحبيت انا اوضح الصوره هذه واشكركم على شكرا. يعني حقيقه الانصاف والعدل بمنح يعني الفرصه لي بالتحدث. طيب مهندس محمد السراح رئيس مجلس اداره نادي لحظه بس خلينا نشكر الرجال. السلام والتسليم يا جماعه. شكرا للمهندس محمد السراح رئيس مجلس اداره نادي التعاون السابق. تفضل يا خالد. ما بتكلم على